دلوقتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. رجعنا لكم بفيديو جديد، فيديو حصري، فيديو مدته يوم. لو ما لحقتش بعد اليوم ده ما تقوليش ان العرض مش متوفر. بس قبل ما نخش في اي حاجه واي تفاصيل، صلى على النبي واعمل لايك واشتراك. عاوزين نوصل 100 مشترك، يا ريت بس باكد انك تشترك في القناه لو الفيديو ده ان شاء الله عجبك. تمام، ما عجبكش ما تشتركش، ما تعملش اي حاجه. كنت نزلت فيديو امبارح وقلت لك فيه ان عرض الجواهر نزل. دلوقتي يا جماعه عرض الضعفين نزل. تمام، يعني حاليا اللعبه بقى تدي لك الضعفين في الجواهر. العرض نازل يا جماعه، مدته يوم و7 ساعات، ولسه نازل ما كملش حاجه. فيا تلحق يا ما تلحقش. من بدايه نزول الفيديو ده يا تلحق يا ما تلحقش. خلينا نخش في التفاصيل وافهمك واحده واحده. بص، قبل ما ندخل، لو اللغه عندك انجليزيه اللي هي بارز وتصريح النجم والوقت الاضافي وارباح الجواهر هيكون عندك على الشمال. لو انت باللغه العربيه هيكون عندك على اليمين. مش فاهم اي حاجه برضو هتظهر لك هي هنا كده جنب الاحداث، اربح الجواهر هتلاقيها في 2. تمام، هندخل عليها كده زي الفل، وناجي يا جماعه في النص اللي هي اربح الجواهر اكمل العروض دي يا جماعه. تمام، هنضغط عليها. تمام، بالظبط كده. هنا بقى يا جماعة، لو انت قبل ما نخش في اي حاجة مش فاهم او مش شايف كويس، كبر الشاشة. تمام، افتح الفيديو وكبر الشاشة. وهنا يا جماعة بص اهي في 2. تمام، في 2 زي الفل. مدتها ايه؟ 1 يوم و7 ساعات. والكلام ده هينتهي، هترجع كل حاجة زي ما هي. تمام، يعني امبارح نزل عرض الجواهر والنهاردة نزل عرض الضعفين. تمام، امبارح كانت 165 ألف جوهرة اللي هو عرض الجواهر، في الطبيعي بتبقى أقل. دلوقتي بقى 331. وانت فاتح معايا دلوقتي هتقولي طب الجيمنج ده مش موجود عندي. بص يا صاحبي، انا مختلف عندي ومختلف عندك ومختلف عند غيرك وغيرك. ليه؟ عشان اللعبة تعرف تكسب وتشهر الألعاب دي كلها. أصل معلش مش هتدي كام واحد حول العالم بيلعب فيفا، فمش هتديله الألعاب دي بس، لأ هتدينا ألعاب معينة، هتدي لغيري ألعاب معينة، لغيري، وهكذا وهكذا علشان تقدر تكسب أكتر. تمام، فأنت من هنا كده شوف اللعبة اللي هتناسبك. تمام، واللي انت شايفها كويسة من شرح مسبقا انك هتدخل على اللعبة. تمام، وتشوف محتاجة منك ايه هنا كده. ده كله اللي هي محتاجة منك. تمام، يعني انا بقول لك لو انت جمعت 32 هيرو هتاخد 68 الف جوهرة. لو جمعت 37 هيرو هتاخد 220 الف جوهرة. يعني الارقام غير طبيعية. فانا كنت منزل الفايكنج اللي هي اوصل فيها دي، وصل فيها لحد 3. دي لحد دلوقتي واخد منها 12000 جوهرة. ما بلعبهاش، لعبتها 4 أيام خدت منها 12000 جوهرة، وبعد كده ايه عشان بجانب شغل وكده فالأمور صعبة شوية. بس فده المتجر بتاع اللعبة. تمام، ده كله كده موجود. شوف اللي هتناسبك ايه يا صديقي ونزلها، ما تشغلش بالك. أهم حاجة إنك تطول بالك. وطالما أنت بتلعب فيفا بالنص يوم، بالساعتين، بالتلاتة، ادي اللعبة اللي هتنزلها دي من وقتك ربع ساعة، لا أكتر ولا أقل. وطول بالك، ما تدخلش تلعب اي حاجه وخلاص. ادخل شوف ازاي هجمع الهيرو، ازاي هجمع المهمات علشان اكسب جواهر. شوف اللعبه محتاجه منك ايه واعمله. ما تدخلش يعني بالمعنى كده انك تلعب وخلاص، لا. في حاجه، هدف معين، ان انا داخل العب عشان اخد كذا. فاهم قصدي؟ فانت ادخل شوف المطلوب منك ايه هنا. تمام، واعمله. تمام، اللعبه دي مثلا اهي جمعت مثلا كذا هاخد كذا. اتفرجوا يا جماعه، كل لعبة لازم تعرف انت محتاج منها ايه. تمام، انا هنزل اللعبة دي معاكم حاليا علشان عجبتني بصراحة. حاليا هثبتها معاكم وانا بكلمكم. تمام، مثبتها اهو معاكم. دي كده اللعبة دي هتثبت. انا كده ثبتها ازاي؟ ضغطت هنا كده. تمام، وبتثبت معايا زي الفل يا جماعة اهي. ان شاء الله هختمها دي برضو وهنزل لها فيديو قريب. تمام، بجانب لعبتي التانية علشان اكد لكم دي ختمتها هاخد 79 الف جوهرة. انتوا متخيلين الرقم؟ تمام، نرجع بقى تاني كده للعبة انت، وهشرح لك تاني وتالت. طول بالك. تمام، اهم حاجة ركز. لو انت اللغة عندك انجليزية الكلام ده هيكون على الشمال، لو عندك عربية هيكون زي كده. تدخل اربح الجواهر وتختار اللعبة المناسبة ليك.
تمام. بس هتنزل اللعبة يا باشا وبعد كده هتلعبها. مش عارف، زي ما بقولت كل فيديو اعرف تفاصيل اللعبة الخاصة بيك. ناس كتير هتعلق وتقول الالعاب اللي عندك مش موجودة عندي. ده الطبيعي بتاع اللعبة، علشان اللعبة تقدر تكسب وتقدر تشتري الالعاب دي. طول ما انت نزلتها اللعبة بتاخد فلوس وصاحب اللعبة بياخد فلوس بس، وانت بتكسب جواهر، فكله مستفاد من كله. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبك، والحق اعمل العرض علشان تكسب. نزل لك اي لعبة والله يا صديقي هتكسب، والله هتكسب، بس لو شغلت دماغك زي ما قلت لك كده. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.